بعد ما عملنا بقى الريفرنس ايمج وظبطناها على الفوتوشوب وعرفنا ازاي ممكن نقادها ونظبطها ازاي على بلندر، تعالى بقى نبتدي نشتغل على كبوت العربيه نفسه. فاول حاجه اقول له شيفت ايه مش بلين. البلين دي لما بتنزل خلي بالك انت لما بتعمل اد لاي بريماتيفز او اي شيب بينزل في الكوليكشن اللي انت واقف عليه، اخر كوليكشن انت واقف عليه. فالكوليكشن اللي احنا واقفين عليها لو انتوا تفتكروا احنا قفلناها، فبالتالي لازم اخد البلين دي واطلعها ادخلها في السين كوليكشن عشان اقدر اعمل عليها سيلكشن. واجي هنا من الفرونت فيو، تمام، اقرب بقى كده ونقول بسم الله عشان نبتدي نشوف احنا هنشتغل ازاي. قبل ما اعمل اي حاجه خليني اقول لك ان انا عايز اشتغل ازاي عشان تبقى انت معايا. احنا هنشتغل ازاي؟ احنا هنشتغل على نص العربيه، نص كبوت العربيه، نص وش العربيه، من اول هنا النص لغايه هنا تقريبا، لغايه الخط ده ولغايه الخط ده. مش هكمل لغايه هنا، انا هقسمها. طيب وليه هتقف عند الخط ده؟ لان الخط ده هو اخر خط في وش العربيه، تمام. فتعال نشوف. هاجي امسك البلين واقول له خش على الفيرتكس، هاجي امسك البلين واقول له ار اكس 90 درجه، شيفت زد عشان اشتغل على الواير فريم، جي زد اطلعها لفوق كده شويه واعمل عليها سكيل، احاول اقربها على قد ما اقدر للشكل اللي انا عايزه، واخش هنا على الفيرتكس وامسك الفيرتكس دي جي زد انزلها عند الخط ده اللي انا هعتبر ان انا هبتدي اشتغل من عنده، وده كمان جي زد هترفعها لفين زي ما اتفقنا لغايه الخط ده كده. اقرب كمان عشان يبقى الكل شايف، تمام. واجي هنا هعمل لوب كات كنترول ار عشان ينزل في النص بالظبط، رايت كليك عشان الغي اي حركه. هنا هخش على الفيسز، امسك الفيس ده واقول له اكس ديليت فيسز، تمام. واجي هنا على الاوبجكت مود اقول له كنترول ايه عشان اعمل ريسيت للروتيشن والسكيل ويبقى الحاجه عندي مظبوطه بشكل جيد. طيب هنبتدي نشتغل ازاي؟ هقول لك والله بص تعالى نخش على الايديت مود وليكن على الايدجز مثلا، وهقول له كنترول ار. هعمل كام لوب كات مش عارف، خلينا نجرب ومحدش هيعرف. انا هتخيلها ان انا هعمل 4 لوب كاتس بالطول كده فيرتيكال، وهعمل كنترول ار كمان مره لوب كات، وهعمل انا بحاول اوصل لعدد من الكاتس يساعدني في التنايات او في الانحناءات، وفي نفس الوقت يحافظ على شكل مربع الى حد ما، تمام. هنا كمان عملت 4 لوب كاتس كده. خش على الفيرتكس بس كده، كل ده من وش العربيه مظبوط. طيب تعال نخش بعديها على طول على التوب فيو. التوب فيو هتمسك كل الفيرتكس لان هي خلي بالك في النص لسه، من فوق لما تشوفها من التوب فيو هي في النص، اسف من التوب فيو. فحاجه اقول له جي واي وتهاتها لي قدام كده. طيب فين بقى الحته اللي انا هظبط عليها من فوق؟ انا برضو متخيلها ان هو الفانوس اهو، فبالتالي الوش العربيه اهو، والحته دي هي الحته اللي تحت الازاز على طول، فانا هظبطها تقريبا على الحته دي. فهاجي اخد ده كده جي واي وحرك ده كده، ابتدي بقى ايه الفه. جميل. بس هنا بقى عندك حاجه وانا تعمدت اعملها عشان ايه، ناخد حته من السناب كده مع بعض. ده كده يعني ما فيهوش ميل، انا عايزه مستقيم شويه، ما ينفعش يكون في ميله كده في وش العربيه، يعني هي مش لازم يكون ده على نفس مستوى ده. فهاخد ده وهقول له جي واي واحاول اظبطه هنا، مش هيجي لان انا لازم اشغل السناب واشغل الفيرتكس وامسك الفيرتكس دي كلها
وهقول له جي، وانا عايز احركها على ايه؟ على الواي، عايز احركها لورا واروح لورا، بس هوجه الماوس ناحيه الفيرتكس دي وهدوس كنترول، فهيقف بالظبط على نفس مستوى الفيرتكس دي. فبالتالي ده كده هيبقى فيه ميله. ممكن لو انا شايف ان انا محتاج اظبطها شويه عشان تاخد ميله شكلها كويس، هنفضل نروح ونيجي كده لغايه لما تتظبط بشكل احسن. جميل. تعالى بقى كده نروح للفرونت فيو تاني، معلش استحملني شويه. الخط ده كده مظبوط. طب الخط ده انا عايزه يكون عند اخر حته في الفانوس، وعايز ده جي اكس يكون عند نص الفانوس تقريبا. تنساش حته تقريبا دي. جي اكس واحطه عند اول الفانوس، وده اللي هي الحته العريضه اكتر حته مستويه. جي اكس هوسطنها بس شويه مش اكتر من كده. جميل. يبقى كده كل ده كده مظبوط. تعالى كده قبل ما نكمل، كان ممكن نعملها من الاول، ممكن نعملها دلوقتي. نخش على الموديفاير واقول له اد موديفاير جنريت، وانا عايز تديني ميرور. الميرور هنا لازم اعلم على كليبنج. بص، انا لو ما علمتش على كليبنج ودخلت على الفيرتكس وجيت مسكت الفيرتكس دي ودوست جي، هتقدر تتحرك في اي حته، وانا مش عايز الحته اللي في النص دي تبوظ لانها هتبوظ لي كل حاجه. طيب اعمل ايه؟ رايت كليك الغي بس الحركه واقول له كليبنج. لو كليبنج كده بص جي، لو اتحركت يمين او شمال هي ما بتتحركش غير لفوق وتحت، وده اللي انا عايزه. جميل. المعلومه دي مهمه جدا. وبعدين تعالى من على الرايت فيو عشان نشوف شمال العربيه. تعالى بقى نمسك كل ده ونقول له جي واي ونحركه كده. هنمشيه على الخط ده برضه. تمام. جي واي مشيه كده. تمام. وهسيب الحته اللي تحت دي زي ما هي، مش حاجه جنب. جميل. طيب ما تنساش ده الخط قبل الاخير اللي كان المفروض يبقى بعد الفانوس. جي واي وحركه كده ايه بعد الفانوس، وده جي واي عايز اجيبه في نص الفانوس تقريبا. جي واي واخليه قبل الفانوس. ده مهم جدا. جميل. وبعدين هاخد ده جي واي وحركه كده. انا عايز بقى ايه؟ اظبط ده كله. ده على فكره هنشتغل عليه مره كمان لما نيجي نكمل الجنب هنا، لان انا مش مهتم بيه قوي دلوقتي، بس برضه ما يمنعش ان انا اظبطه شويه. وده كمان برضو ابعده كده شويه. اعتقد كده ممكن يكون شكله جيد، واقعد اظبط كده واحده واحده ما تزهقش، عشان انت المفروض هتاخد على الكلام ده فلوس، ومفيش حاجه بتتعمل كليكايه كده تتعمل وتخلص. تمام. تاب اوبجكت. تعالى كده نخرج بره الواير فريم ونشوف الشكل بتاعنا عامل ازاي. ادي الحته دي من رايت انا زودتها شويه. شيفت زد اخد ده بقى. ده الشكل بتاعنا بتاع كبوت العربيه او وش العربيه. هاجي هنا اقول له شيد اوتو سموث. جميل. واجي كمان هنا اروح مزود عليه سب ديفيجن سيرفس عشان ينعم. جميل. طيب ده انا عايز اتاكد ان نخش على المات كاب كده، وهختار حاجه فيها لمعان واضاءه وشايني كده،
عشان اقدر اشوف هل في حاجه في حاجه بارزه بشكل غريب، في حاجه مبوظه وكسره شكل النعومه اللي انا عايزه. فمتهيألي ان الحاجه ما فيهاش، يعني الدنيا تمام معايا لغايه دلوقتي. ارجع تاني بس اشتغل على حاجه اهدى شويه بالشكل ده كده. ده خلاص الكبوت بتاعي ناعم وشكله تمام وزي الفل. حاجه اعمل ايه بقى عشان الحته دي مهمه؟ اولا ده هسميه المين هود، ده الشكل اللي انا هشتغل عليه من هنا ورايح. جميل. واخد ده شيفت دي، اعمل له كوبي رايت كليك عشان يرجع مكانه بالظبط. وهنا اتسمى مين هود 001. ده انا هسميه ايه؟ هسميه سموذنج هود. كان نفسي طبعا يعني يسمحوا لنا ان احنا نكتب عربي، بس لما بكتب عربي بيطلع مفرغ، وانا بصراحه يعني اسف عربي لا. ده سموذنج. تمام. السموذنج هود ده تعال نخفي بس المين هود ده، هنخفي السموذنج هود اللي موجود قدامي ده. انا هعمل عليه ايه؟ حاجه عند الميرور هنا واقول له كنترول ايه، هقف عليه واقول له كنترول ايه عشان اطبق الميرور. وحاجه هنا عند السب ديفيجن، شغل بس الواي فريم عشان تشوف العدد بتاعه قد ايه، وهقول له كنترول ايه عشان اطبق. هو انا كنت حاطط عليه ليفل واحد بس، انا عايز ازود العدد بتاعه. شوف لو انا شلت الاوبتيمال ده هيبقى شكله عامل ازاي. حاجه وهنا اقول له كنترول ايه. طب انت بتعمل كده ليه؟ عشان انا عايز دي يكون فيها عدد من البوليجونز كبير عشان يحافظ على النعومه بتاعتها. كان ممكن اعملها اكتر من كده، وتعالى اقول لك اعملها اكتر من كده. 1 2 3 واقول له هنا كنترول ايه طبقها. لان ده انا مش عايز منه اكتر ان انا كل ما اشتغل على المين هود واحط التفاصيل هاخد النعومه من هنا احطها على التاني. هنشوف مع بعض ازاي. كده اخفي بقى ده تاني وارجع ده. كده احنا عملنا شكل كبوت العربيه، وعايزين نبتدي نشتغل على التفاصيل بتاعته. امسك بقى ده كده، اجي من الفرونت فيو واجي اخش على الفيسز وامسك كل الفيسز اللي على الشمال دي وادلتها، عشان انا عايز اعمل ميرور موديفاير. ااد الميرور واتاكد ان الكليبنج انا معلم عليه مظبوط، واجي هنا اعمل شيفت ااد بلان. البلان دي انا عايز اعمل منها الكيرف، فهخش على الفيرتكس وامسك كل الفيرتكس واقول لها ام كولابس عشان يبقى عندي فيرتكس واحده بس. اجي امسك الفيرتكس دي واظبط مكانها موجود هنا بالظبط، واجي من التوب فيو كمان اتاكد. لازم تتاكد من كل الفيوز اللي عندك، ما تسيبش حاجه. اتاكد ان الفيرتكس موجود في المكان بتاعها الصح. واجي هنا اخش بقى على السنابنج واختار سنابنج على الفيسز، وابتدي اعمل اكسترود للفيرتكس دي حوالين الكيرف بتاعي. اختار كده مثلا الخط الاسود ده كده وابتدي امشي عليه اكسترود واحرك اكسترود واحرك لغايه لما اقفل الكيرف بتاعي بالظبط. اجي هنا مثلا كفايه هنا، اطلع لفوق وابتدي امشي على نفس الكيرف. بس انا عندي شرط هنا ان الفيرتكس اللي هعملها من فوق نفس عدد الفيرتكس اللي موجوده تحت، مش عايز ازود فيها دلوقتي. ابتدي امشي كده على الكيرف بشكل مظبوط، واجي هنا احط واحد هنا كده، واجي اطلع بره شويه، واجي اشغل سنابنج على الفيرتكس لان عايز اتاكد ان الفيرتكس دي والفيرتكس دي كمان الاثنين على خط واحد. وامسك كل الفيرتكس اللي انا عملتها دي وادوس اف عشان اعمل فيس ليهم. واجي من الرايت فيو زي ما قلنا قبل كده، لازم اتاكد ان كل حاجه مظبوطه من جميع البريفيوز اللي عندي. الرايت فيو برضه مظبوط. اجي بعد كده على الاوبجكت مود وابتدي اختار ديفورم شرينك راب ديفورم، واقول له انا عايزك تلف لفه مظبوطه على السموثنج هود اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، عشان اتاكد ان الفيسز دي لفه مظبوط واخده نفس الكيرف بالظبط ونفس الميله بالظبط. ممكن بعد كده ازود له بقى ثيكنس عن طريق سوليديفاي موديفاير. دخله شويه كده، هحتاج ان انا ارجعه لورا شويه كده لان انا عايز
استغل ده واعمل بوليان، وامسك ده وامسك كمان الكبوت بتاع العربيه كنترول ماينس عشان يعمل بوليان. بطبق البوليان موديفاير واجي هنا اقول له الفيسز دي كلها شيلها لي خالص لان انا خلاص مش محتاجها. دلوقتي بقى انا عايز ابتدي اعمل كيرف تاني حوالين الكيرف اللي احنا عملناه كانه بوردر، حاجه تبتدي تحمي التو كيرفز دول من بره. تمام، تعال نشوف كده ممكن نعمل الكلام ده ازاي. فممكن نبتدي من هنا كده، انا عايز بس اقرب بقى كده. هبتدي اعمل النايف تول، هستخدم النايف تول عشان اعمل بوردر يحمي الكيرف اللي انا عملته ده، عشان لما اجي اعمل عليه اكسترود، اعمل انست، اعمل اي حاجه ما يتاثرش بقيه الموديل من بره بالتوبولوجي بتاعه، ما يتاثرش باللي احنا هنعمله. وخلي بالك ان الحكايه دي مهمه جدا، وهتشوف التاثير بتاعها هيبقى مهم ازاي. اجي هنا ممكن اعمل واحد كده واعمل واحد كده. تمام، طبعا احنا هتلاقينا عدلنا بعد كده، اسف، فرونت فيو. الحته دي انا مش مرتاح لها قوي، يعني انا بفكر ان انا اخد ده وده واجي عند الفيس مود وامسك ده الاول هنا كده جي، واجي هنا عند الفيس مود وامسك الفيس ده كله واقول له اكس فيس، دلتهولي اصلا مش عايزه. واجي هنا عند الكي نفس الكلام، ابتدي من هنا كده بحاول اعمل الحاجات اللي واضحه قدامي واسيب الحاجات الاصعب شويه للاخر. انا بحاول اخلي المسافات من هنا لهنا كلها واحده. طبعا كل ده يعني ايه بالعين كده، بحاول اخليها يكون شكلها تساوي. وهعمل ده كمان كده نفس الفكره بالظبط. همسك الفيس ده، الفيس ده كبير شكله، اقول له اكس فيسز، هدلته خالص. دي بس برضو عايز اظبطها، جي تنزل لتحت كده، ودي جي تنزل لتحت كده. فلما تيجي تشوف هتلاقي ان احنا عملنا ده داير ما يدور عشان نحمي البوردر الكيرف اللي جوه، لما نيجي ننظف التوبولوجي بتاعنا ونخليه نضيف ما يأثرش على الحتت اللي ورا دي. طيب ناقص هنا، ممكن اخد ده كده وده كمان كده. طيب تعالى بقى نشيل بقى الحاجات الزيادة دي ونشوف احنا هنشتغلها ازاي. الحاجات دي بتاخد وقت، ولكن في الاخر بتطلع الشغل بتاعك بيطلع مظبوط، ويبقى الموديل بتاعك حقيقي محترم. بس طبعا هي لازم هتاخد وقت. خش كده على الفرونت فيو، وما تفتكرش ان في حد فينا يعني قادر يفهم كويس جدا احنا يعني هنشتغل ازاي وهنعمل ايه وايه بالظبط. لا، الحاجات دي بتبقى بالتجربه كده. امسك ده وده جي، اربطه على الهيدج مود، مش محتاج ده. فيرتكس ده برضه مش محتاجه. خلي ده دلوقتي كده نشوف هنحتاجه ولا لا. الترينجل ده عايزين نشوف له صرفه. خلي بالك ان انا وانا بسحب في حاجه هنا مش مشغله. انت دلوقتي هرجع تاني كده كنترول زد، الفيرتكس دي جي لما بتسحبها انا عايزها تسناب للبوينت دي
والتو بوينتس دول ينضموا يبقى بوينت واحده. بس انا نسيت وما عملتش حاجه مهمه عشان ده يحصل، ان انا افعل الاوتو ميرج. لو ده حصل معاك تعالى هنا وقول له ام باي ديستانس، هتلاقيه خلي ده شيفت زد عشان تقدر تختار كل البوينتس، وام باي ديستانس هتلاقيه ضمهم لك هما الاثنين في حته واحده. تعالى نكمل. ده جي جي جيبوا الناحيه دي كده، محتاج البوينت دي تفضل زي ما هي. في هنا بقى حاجه لما بيكون عندنا واحنا بنشتغل الكلام ده زي ما حكيت لك قبل كده في حته التوبولوجي وازاي نفهم التوبولوجي ونعدله ازاي. لما بيكون عندك تو تراينجلز بالشكل ده، لما تيجي عشان تتخلص منهم بتبتدي تعمل كي مثلا هنا كده، وتعمل ده كده، وتمسك البوينت دي جي جي، فبتديك حاجه اسمها دايموند. جي جي هنا هتبان قوي. شايف شكل الدايموند ده؟ لو على الفيس شايف شكل الدايموند ده؟ دي الحاجه اللي بتخليني احول التراينجل احوله الى كواد، بشرط ان يكون في سكتها تراينجل تاني او انجون تاني. في حاجه هنا مهمه برضو محتاج ان انا اقول لك عليها، ان انا الكيرف الاساسي اللي انا بحاول ما اغيرش فيه ولا اغير في الاستراكشر بتاعه هو الكيرف الداخلي ده، سواء ده او لما نيجي للحته دي. فهتلاقيني دايما بشد من بره عشان هو ده اللي يظبط، مش اي حاجه تانية. بص في هنا عندك تراينجل وهنا في تراينجل، تيجي تمسك الفيرتكس هتلاقي ان انت بقى عندك كله كواد. خلي بالك ده كواد اهو، ده كواد اهو.
بص كده معايا، خلينا نبص كده سريعا. التوبولوجي تقريبا مظبوط، حافظنا على الكواد في كل حاجه. تعالى نتاكد هنا. تالي الحته اللي فوق دي محتاجه تتعدل شويه، عايزين نعدل الفلو بتاعها. دروس التوبولوجي اللي احنا كنا عملناها قبل كده بتوضح ايه هو الفلو وايه هو التوبولوجي اصلا، وازاي تعدله وازاي تحافظ على كل حاجه كواد. نحاول نظبطها كده بقدر الامكان، ونظبط بالسناب الايدجز بتاعتنا، الفيرتكس نظبطها عشان تبقى كلها على نفس المستوى. وزي ما قلنا اتاكد من الفيوز يمين وشمال، فوق وتحت، قدام وورا، دايما بنعمل الحكايه دي. نشتغل شويه على الجنب كده، نعمل اكسترود هنا برضو. الحته دي احنا قلنا هتبتدي تلف معانا. ناخد الايدج ده كله نعمل له اكسترود من على رايت فيو، ناخد بس نفس الكيرفيتشر كده، ونيجي من الفرونت فيو نظبطها. حتى من التوب نظبطه كمان. ونحاول نظبط التوبولوجي بتاعنا حتى لو اضطرينا ان احنا نعدل حاجه بالعين كده. في حاجات ساعات الواحد ما بيقتنعش بيها غير لما بيشوفها بعينه، يعني عينه هي اللي حاسه ان في حاجه غلط. ونكمل جنب العربيه بنفس الطريقه بالظبط. ممكن بقى نبتدي نمسك الفريم ده ونقول له جريد فيل عشان يملاه لنا بالظبط. نغير بقى المات كاب كده ونتفرج عليه ونشوف شكله، هل في عندنا مشاكل ولا لا. ممكن نعمل اكسترود بقى اوتورد كده ونحط فيه لوك كات، نعمل له بيفل عشان نبتدي نلعب في التشكيل بتاعه، نحاول نخليه قريب جدا من الشكل الرئيسي اللي موجود عندنا. ندخله جوه شويه كده.
تيجي تشغل السموث تلاقي ان هو تقريبا كويس. نعليها شويه كده صغيره، حاجه صغيره كده عشان بس نبص عليه. تاني تحت كده في حاجه معكوكه شويه، محتاجين نقرب الفيرتكس دي. وتفضل بقى تظبط كده بعينيك بقى كده بعد ما الموديل ابتدى او الحته اللي انت بتشتغل عليها بانت، وتشوف انسب حاجه بالنسبه لك ايه. يعني دي تحت دي انا حاسس ان دول محتاجين يطلعوا فوق شويه كده، يقربوا على بعض عشان يديني الكيرف شكله احسن شويه. ممكن بقى امسك الايدجز دي اللي المفروض ان هي تكون ماسكه نفسها شويه، حاده شويه، مش واخده نفس النعومه، شارب ايدجز يعني. ممكن اخليها اعمل لها بيفل ده هخلي فيه 2 سيجمنت، والشيب اخليه على 1، بحيث ان انا لما اشغل سب ديفيجن يديني الاحساس اللي انت شايفه ده. وبكده نكون خلصنا الجزء الثاني، وان شاء الله الجزء الثالث هينزل قريب جدا. لو المحتوى عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.